سلام البنات، صحة مولدكم وإن شاء الله كل عام وانتم بخير ومحتفلين به مع أهاليكم ومع أحبابكم. هيا مع بعضنا نعملوا هذه الكيكة السهلة بأسهل طريقة. لهنايا البنات أنا استعملت سيرسو باه البنات اللي حابة تشري بين مول وسيرسو ما عندهمش تقدري تروحي تشري سيرسو وتستعمليه كيما المول. القطر تاعو 25 سنتيمتر، غلفته بالبابي ألمنيوم وزدتلو بابي كويسون وحطيته البنات. بعد ما غلفته بالبابي ألمنيوم بابي كويسون حطيته في البلاطو تاعنا. لهنا حنبداو نحضروا مع بعضنا الكيكه اللي نحتاجو 2 بيضات بحراره الغرفه، ونضيفوا لهم طبعا كما ديما نقولكم كل بيضه تقابلها 4 مغارف سكر. لهنايا حطينا 8 ملاعق سكر، وحطينا ايضا رشه تاع ملح، وحطينا الفاني. نضربوا الخليط تاعنا مع بعضها حتى يتضاعف الكميه، ونبداو نزيدو الفارينه نسحقوا البنات 8 ملاعق كبار فارينه، نزيدو 4 الاولين ندخلوهم مليح مع الخليط تاع البيض والسكر، ومن بعد نزيدو 4 الاخرين. المهم يكونوا تدريجيا، ما نحطوش الفارينه كل ضربه واحده. والخلط يكون كما قلت لكم يكون ديما من الاسفل للاعلى بالطريقه اللي موضحه هذه. لهنا راني قاعده نزرب البنات، انتم روحوا معاها واحده واحده برك. نحطوا كيس الخميره الكيميائيه تاعنا مع الفارينه ونكملوا نمزجوا بقيه الخليط من تحت لفوق. بعد ما دخلت الفارينه مليح في الخليط تاعنا نفرغوها في هذاك السيرسو اللي كنا ديجا غلفناه من قبل. ولهنا الفرن تاعنا راهو كان ديجا شاعل على 180 درجه، وانا كي كنت قاعده نحضر ديجا راني شعلته البنات باش تعملوا حسابكم. لهنايا راني درتها بالعود هذاك تاع الشواء باه يكون في البلايص كل متساوي، ما تجينيش بلاصه عاليه على بلاصه. وقبل ما حطيتها في الكوش راني خليتها 10 دقائق قبل ما حطيتها في الفرن، يعني جست باه تتساوى الطبقات برك وتبدا تخرج هذيك فقاعات تاع الهواء اللي داخل. لهنا راني حطيتها وطابت الكيكه تاعنا، ما حليتش عليها قبل نصف ساعه. بعد ما طابت بعد نصف ساعه دخلت العود لقيته ناشف، جبتها وكيما راكم تشوفوا فيها راهي جات ما شاء الله. لهنايا البنات بعد ما بردت نحيتها من السرسو، وزدت لهنا عاودت رجعتها للسرسو باه شربتها. حضرت شربات تاعي وانا كنت نحضر في الكيكه، حطيتها في الفرن وحضرت شربات اللي هي كاس سكر بجوز كيسان ماء. وبعد ما شربنا الكيكه تاعنا نروحوا نحضروا الكريمه تاعنا. الكريمه اللي نحتاجو فيها 2 كيسان حليب، نحتاجو فيها 3 ملاعق سكر و2 ملاعق معمرين مليح نشا كيما راه موضح في الفيديو. نحطوها على النار مع الاستمرار في الخلط، ما تحبسوش البنات سينو راهي تكعبر لكم. بعد ما طابت لهنايا نحيتها وحطيت لها الفاني. بعد ما حطينا الفاني خلطها وهي سخونه، ونحطوها في الكيكه تاعنا اللي ديجا كنا شربناها من قبل وخليناها دو كوتي. درك نبداو نحطوا لها هذيك الكريمه تاعنا ونوزعوها على الاطراف، نزيد نخليوها مليح. هنا راني حركتها باه تجيني متساويه، تحكموا سيرسو تحركوه به بالسحن. حطيتها في الفريجيدار بردت لي. بعد ما بردت حكمت الكريمه شويه راح هنا راني نحي في السيرسو. بعد ما نحينا السيرسو تاعنا راهو تشوفوا البنات جات حاكمه روحها متماسكه، وكي تاكلوها راهي ما تجيش هذيك الكريمه هذيك العاقده. بالنسبه للون هنا حبيتها تكون لي بيضه، ما حبيتش نحط لها اي اضافه ابار فاني باسكو احتجتها انها تكون بيضه اللون تاعها. لهنايا كان عندي هدايا الشكل تاع المولد. حطيت معاه لي بوشون، حطيت 3 تاع الباد، حطيت 2 تاع قراعي باه يجوني 2 شمعات صغار و3 الاخرين يجيو كبار. ووزعنا الكاكاو تاعنا على الوجه تاع الكيكه تاعنا، وشوفوا كيفاه تجي تهبل. لهنايا كان عندي عواد قرنفل، قلبتهم وحطيتهم في وسط هذوكم الدويرات باه يجيونا كيشمع. وشوفوا معايا كيفاه جات البنات، جات تهبل تحفه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله يكون مولدكم بالصحه والهنا، وان شاء الله كل عام وانتم من مؤمنين في فرح الخير. في الامان وفي امان الله.